فتش في السر بتاعك. لما تلاقي نفسك بتضيع وبتبعد، فتش في حالك وانت لوحدك. دايما الايمان لا ينشأ الا من السر، والنفاق لا ينشأ الا من السر. بداية الايمان من حالتك وانت لوحدك. لما بتقفل عليك بابك، بتتفرج على ايه؟ بتعمل ايه؟ بتصلي؟ بتنام؟ تتفرج على حاجة دينية تذكرك بالله؟ بتبدأ تلتف وتتحايل على المعصية وتدخل على اليوتيوب وانت عارف ان الشريط اللي جنبه هيوديك في 60 داهية، وانت ما انتش عارف انت داخل. اي واحد داخل السوشيال ميديا مش عارف هو داخل ليه هيقع في مصيبة. اي واحد داخل السوشيال ميديا باي قناة منها وهو ما هوش عارف هو داخل ليه ومحدد داخل ليه وفين وامتى وقد ايه، هيقع في مصيبة. فخد بالك، تتحايلش على نفسك. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم؟ فتش في سرك دايما. لما تلاقي فتح في حياتك، فتح، ربنا فتح عليك في الدعوة، ربنا فتح لك أبواب طلب العلم، ربنا فتح لك أبواب الاستعمال، ربنا فتح عليك في أمور كان نفسك أن ربنا يوصلها لك حتى من أمور الدنيا، ولكن لم تفتن. الأمور جاية بالتيسير مش جاية بالتعسير وجاية في شكل فتنة. ده فعلا عطاء من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما يرسله للعبد. لما تلاقي ديت، فتش في السر بتاعك. يقينا انت في حاجة بينك وبين ربنا. ولما تلاقي الدنيا بتتقفل وقلبك بيظلم وابواب الطاعة بتقفل، فتش في السر بتاعك. فتش في اللحظة اللي بتقفل عليها بابك ومحدش يراك الا الله سبحانه وتعالى.